السلام عليكم، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم جيتكم بواحد الوصفه سهله وبسيطه واي بنت تقدر ديرها، خصوصا البنات اللي مادين يديهم الحنه او البنات اللي باقي ما كتبش لهم الله انهم يتزوجوا ووصلوا لسن 40 50 60 وما تزوجوش. فهاد الوصفه سهله وبسيطة بآيات قرآنية وبخاتم. الخاتم طبعا اللي تديريه ديما في يديك هو اللي غادي تخدمي بيه هاد الوصفة. هاد الوصفة بزاف الروحانيين والناس اللي عندهم علوم في هاد المواضيع عارفينها ومخبينها، ما قايلينهاش لأي واحد، يعني حتى واحد راه يعني قليل قليل تلقاه مخرج هاد الوصفة وعاطيها لشي حد. فاليوم بغيت نشاركها معكم، عسى الله أن تنفعكم وأن ترزقكم بها أو يرزقكم بها الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة بإذن الله. لكن قبل ما نعطيكم الطريقة نرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمونا بلايك، خليو تعليقاتكم أسفل الفيديو في استفساراتكم حول هذه الفائدة، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم إشعارات القناة وكل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غادي نحتاجو كاس ديال الماء اللي تنشربو يكون الماء طاهر ونقي، نديروه في كاس زجاجي، وناخدو الخاتم اللي تنديرو دائما اللي تلبسوه في اليد ديالنا، دائما نكون هو اللي تلبسوه وهو عزيز علينا وما تنحيدوش من يدينا. غادي ناخدوه ونحطوه في داك الكاس ونكونوا على طهارة، ولا بغينا نتوضاو للصلاة ونصلي واحد 2 ركعات بنية التوبة من الذنوب و2 ركعات بنية ربي يرزقنا الزوج الصالح. من بعد غادي نصليو على الحبيب محمد بالصيغة الإبراهيمية 19 مرة، البسملة 19 مرة، الاستغفار 19 مرة. ثم غادي ناخدو داك الكاس اللي غادي نديرو فيه الخاتم ديالنا، نقربوه للفم ديالنا ونقراو عليه هاد الآية من سورة الروم اللي تيقول فيها تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. غادي نكرروا هاد الآية 24 مرة مع النفس بعد كل قراءة. ملي نساليو 24 مرة غادي نقولوا: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحتى هاد الآية غادي نكرروها 24 مرة على داك الكاس اللي فيه الخاتم ديالنا. ثم غادي تاخدوا داك الخاتم اللي قرينا عليه من الماء وغادي نلبسوه في اليد ديالنا، وغادي تفكروني ان شاء الله من بعد اسبوع او شهر غادي يدقوا عليكم الخطاب وغادي يرزقكم الله بالزوج الصالح اللي تتمناه كل انثى. وطبعا داك الماء اللي قرينا عليه غادي نشدوه ونسقيو به شي شجرة ولا شي ورد ولا شي حبق ولا شي عشب اخضر يكون زوين، وما يكونش فيه مثلا شوك او فيه، لكانت شجرة ما تكونش فيها يعني حامض او شي حاجة، يكون شي حاجة حلوة. وان شاء الله ربي يسهل عليكم كاملين. واللي دارت هاد الوصفة ودق عليها الخطيب او خطاب واختارت اللي بغات، ما تنسانيش من العراضة، تنسالكم عراضة، والدال على الخير كفاعله. شاركوها مع أصحابكم مع أحبابكم، وما تنسونيش من دعائكم. ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله مع موضوع جديد، فكرة جديدة وسعادة جديدة. أحبكم في الليلة الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.